ازيكم عاملين ايه رأيكم في الكفتة دي؟ شكلها حلو جدا وطعمها احلى. تعالى اقول لكم ازاي نعملها بطريقة سهلة قوي. هنجيب اي بولة صغيرة ونحط فيها شوية لبن ونحط فيها رغيف عيش فينو او ممكن عيش ابيض اللي هو العيش الشامي. هنحطه فيها ونسيبه بقى فيها شوية كده، مثلا 10 دقايق او حاجة لحد ما العيش ده يطرى خالص فيها. انا هنا زودت شوية لبن، حسيت ان هو قليل عليه. بعد كده هنجيب بصلاية كبيرة هنضربها في الكبة ونعصرها كويس قوي من المية بتاعتها. هقول لكم بعد كده هنعمل ايه بالمية دي. كده خلاص عصرنا كمية البصل اللي معانا، هننزل عليها باللحمة المفرومة تكون 20% دهن. بعد كده هناخد العيش الفينو اللي احنا حطيناه في اللبن، هنعصره كويس قوي من اللبن. وبعد كده هناخد العيش ده ونحطه على اللحمة. ننزل بقى بالتوابل اللي احنا هنستخدمها. هنحط معلقة كبيرة من بهارات اللحمة والملح، طبعا الملح حسب كل واحد الكمية اللي بيحبها، وفلفل اسود، ومعلقة من بيكنج باودر، معلقة صغيرة مليانة من بيكنج باودر. وهنعجن المكونات بس هنلمهم مع بعض، مش هنعجن العجن، هنلم بس المكونات على بعض. بعد كده هنروح بيهم على الكب عشان نفرم اللحمة دي كويس تاني مع المكونات دي كلها. بصوا بقى شكلها بعد ما اتضربت بقت عاملة ازاي، بتبقى ناعمة قوي وعاملة زي العجين. بصوا الفرق بين اللي اتعجنت واللي لسه، بيبقى فيه فرق جدا ما بينهم. نجيب بقى مية البصل هنحط عليها تقريبا معلقة زيت كبيرة، ومعلقة من الصلصة، معجون الطماطم. بعد كده دي كمية العجينة بتاعتي بتاعت الكفتة، بحط جواها قشرة بصلة واحط عليها فحمة وشوية زيت، وبقفلها شوية بتاخد ريحة الفحم وبتفضل فيها، بتبقى حلوة جدا. هنشيل خلاص ورقة البصل بالفحم. هنلم بقى عجينة الكفتة معانا. بصوا بصوا شكلها اختلف ازاي بعد ما اتعجنت في الكبة. هنبتدي نصبعها. انا كان عندي السياخ بتاعة الشيش طاووق، بس ده السياخ الصغيرة اللي هي رفيعة، اللي عنده السيخ الاكبر بيبقى تخين شوية هيبقى احسن. هنستخدم سيخ واحد او اتنين بالكتير. انا هنا استخدمت كام واحد مع بعض وبلف عليهم الكفتة بتاعتي عشان اعمل ايه، صباع الكفتة. هنبتدي بقى نصبع الكفتة كلها، بس بنركنها بس نص ساعة في التلاجة تستريح. يلا نرجع بقى نعمل الخطوة بتاعتنا. هنجيب الصينية نحط عليها شبكة. لو عندكم لو عايزين تشوها على الفحم تشوها على شواية على الفرن على البوتاجاز من فوق براحتكم. بعد كده هندهن الكفتة بمية البصل والصلصة والزيت اللي احنا مجهزينهم من فوق. هتدخل على فرن سخن على درجة حرارة 180، ونسيبها تاخد سواها. اول ما بنحس ان الوش خلاص ابتدى ياخد لون بنلفها على الناحية التانية. انا هنا لفتها وبديها برضو ايه، برضو رشة كده. بصوا بعد الكفتة ما طلعت عاملة ازاي متماسكة وشكلها تحفة، بحط برضو ورقة قشرة بصل واحط عليها فحم واغطيها واسيبها. بصوا شكلها. يلا نعمل ساندوتش بقى زي اللي بناكله بره بالظبط. نحط العيش كده ونتنيه لجوه، والطحينة برضو هنزل لكم فيديو بطريقتها، وهنزل لكم فيديو كمان عن طريقة السلطة، على طريقة السلطة ومية السلطة اللي هو الويسكي الحلال اللي احنا بنطلبه من بره. ولازم لازم تجربوا طريقة الكفتة دي، بجد هتعجبكم جدا جدا جدا. وهستناكم تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها في الكومنتات. يلا باي باي.